في عمق غابات مدغشقر بالمطرة بتاعتها الغزيرة والضلمة اللي بتسودها. هناك جوه في حيوان عايش. الحيوان ده لو شفته انت او شافه اي انسان تاني هيفتكره هربان من فيلم او حاجة كده زي الخيال العلمي. حيوان غريب جدا، انه حيوان الاي اي. ايوه زي ما سمعت كده، ده مش ذكاء اصطناعي مزدوج، ده حيوان الاي اي. الناس اللي اكتشفوه كانوا حيرانين من شكله. ليه اذنان كبيرتان تشبه اذن الخفاش، وعينيه لونها اصفر وبتتوسع في الضلمه. والاهم من ده كله ليه صباع اوسط طويل ورفيع، صباع شكله غريب قوي. المشكله ما كانوش عارفين الصباع ده ايه لازمته، لحد ما راقبوه لقوه بيتحرك على الشجر وبيخبط الشجره بصباعه، وده كله بسرعه ودقه كبيره كأنه بيعزف على بيانو. وفي لحظة حس إن في ورقة داخل الخشب بتتحرك. راح عمل إيه بقى؟ قطم لحاء الشجرة بسنانه ودخل صباعه جوه الشجرة جاب اليرقة دي. يعني الصباع ده وظيفته حاجة كده زي ملقط طبيعي. يعني بالأصح دي أداة متطورة للصيد، مفيش أي سادية أخرى تمتلكها في العالم غير حيوان الأي أي ده. لكن الغريب مش في كل ده، الغريب إن سكان المدغشقر المحليين اعتقدوا إن حيوان الأي أي بيجيب الحظ السيء أو الموت. ودي طبعا نظرة كلها خوف وجهل، وده هيهدد انقراضه. عشان كده علماء البيئة اتدخلوا عشان يشرحوا للسكان المحليين دول أهميته وطبيعته الفريدة. بيفكرني لما جبت قطة وكانت بتعمل حاجات غريبة لحد ما فهمت حركاتها دي. أنا عايز أعرف لو أنت كنت مستكشف ودخلت الغابة دي ولقيت حيوان الاي اي كنت هتعمل إيه؟ فأكتر حاجة استفدت من قصة حيوان الاي اي إن أتقبل أي اختلاف مهما كان ومحكمش على الشكل بس. حتى القصة دي فكرتني إن إحنا بنحكم على ناس كتير أوي من شكلها، وبننسى نشوف اللي جواها من أخلاق ومواهب وحاجة جميلة جدا. انت كمان قول لنا ايه اغرب حيوان شفته من وجهة نظرك، واكتب لنا في التعليقات. ومتنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.